هلا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يلا تعالوا نسوي كليشة العيد او معمول للعيد. هنا انا خليت كيلو سمنة او زبدة، بس الزبدة يجي بيها مي فينطي بوسية للعجين، ما احبه. اهم شي انه تكون سمنة اللي هي جنة او الدار حسب الموجود عندكم. وضفت هنا كيلوين طحين، وخليت ملعقة بيكنج باودر مال كوب، وملعقة هيل كبيرة، ورشة ملح، وراح اخلط المواد الجافة لحد ما تتجانس عندنا. ومن بعدها أضيف أخلي السمنة شوية شوية وأفت بالعجين. أهم شي الفت، تطلع عندكم هشة وما يابسة وهيجي تموع بالحلق. إنه المهم تفتوها، كل ما تفتوها زايد كل ما تطلع لكم طيبة وكليجة أهلنا ومال أمهاتنا القديمة وأجدادنا، وطعمها الأصلي طبعا. وأنا مسوية كذا وحدة بالقناة بالحليب، ومسوية بالسميد وبطحين فرخة، بس هذه ما منزلت لكم إياها اللي هي الكليجة العراقية القديمة مالت أهلنا. لا أضيف لها شكر، لا أضيف لها حليب، بس سمنة. وهنا من وصلت عندي هيجي صارت متماسكة، معناتها إنه تلابس السمنة ويا الطحين. راح أبلش أضيف كميات سمنة ومي. خليت كوبين مي، طبعا أنا هاي الكمية سويتها كمية كبيرة، بس أنا خليت لكم المقدار اللي كتبته على الشاشة مقدار مال كيلوين. فعلى كل كيلو طحين نحط نص كيلو سمنة وكوب مي، وحسب نوعية الطحين انتو المي ضيفوه بالتدريج. هنا ضفنا الكوب الثاني وكملت السمنة، وراح أظل أفت لحد ما تصير عندي عجينة متماسكة. أفتها بهاي الطريقة، العفو مو أفتها، أعجنها، لأنه خلصنا مرحلة الفت. هنا نضيف السمنة والمي ونكمل عجن لحد ما تصير عندنا عجينة جاهزة. وقلت لكم أنا مسوية كذا طريقة للكليجة وللمعمول. وطبعا هنا ضفت هواية مي لأنه أنا مسوية أكثر من كيلوين، بس أنا كتبت لكم إياها مقادير مال كيلوين. فأني أكسر المي والسمنة سوية حتى متى بس عندنا العجينة وبالشوى من نشويها ما تصير يابسة، تجينا هشة كلش، يعني مثل الشكرلمة أو مثل عجينة البرازق هيجي. وهنا أنا لميتها وصارت هيجي لينة عندنا وطرية بهذا القوام. أبلش أخليها ترتاح شوية على ما أسوي الحشوات مالتها. شوفوا شلون ترفة وطرية كلش وحلوة. راح أغطيها تقريبا ربع ساعة على ما أجهز الحشوات. أنا هنا سويت تمر وضفت عليه منكهات، طبعا التمر هم بكيفكم انتو شو تحبون تضيفون تضيفوا له. أنا على طريقة بيبيتي القديمة تحب تضيف له دارسين اللي هي قرفة وهيل مطحون وسمنة حارة ذوبتها على النار. ما أحب أسويه على النار، أحب أذوب السمنة وأخليها وأعجنها بإيدي لحد ما تصير هم عندي عجينة مال حشوة ترفة، لأنه ما أحب العجوة الجاهزة إلا تمرنا هذا وإحنا نعجنه بإيدينا. ورا ما أجهز التمر، وطبعا أنا هنا هذا المقدار سويته تمر، وثاني يوم سويت باللقم وبالجوز، بس ما خليت له بيض على الوجه. هاي الوجبة سويت لها بيض على مود تعطيها لمعة. هنا راح نبلش نحشي ونكور ونجهز على أشكال، يعني حسب القوالب اللي عندكم. وبس عجينتها كلش سهلة وسريعة، بس شوية تاخذ وقت بالفت، واللي ما يقدر يفت اللي عنده عجانة تخلوها بالعجانة شي ربع ساعة هيج لحد ما تتأكدون تجانست المواد، ومن بعدها تضيفوا لها المي بالتدريج وتعجنوها. وإذا تردون بإيديكم ومثل طريقة أمهاتنا وأجدادنا قبل فتوها بإيديكم واشتغلوها. هنا راح أحشي لي هيش كم وحدة قدامكم وأكمل الكمية كلها كاملة. شوفوا هاي كلش حلوة وسهلة وما تاخذ هواية مواد، يعني بس طحين وسمنة، لا حليب ولا شكر ولا أي شي. أكو هواية إلها طرق، بس هي هاي طريقة أمهاتنا مثل ما قلت لكم. طبعا هي كان لازم أنزلها بالعيد، بس صارت عندي ظروف وما قدرت أنزلها، وهواية طلبتوها من عندي حاليا فأنا مصورتها. طبعا هاي جزء من مشاركات أسينات، هم كانت وياي تشتغل، جاي أعلمها عليها مثل ما احنا تعلمنا حتى تستعرفها من عندنا. وهذا شكلها بعد ما خلينا لها البيض. وهنا وهي بالفرن حطيتها بفرن على درجة حرارة 200 من جوا ومن فوق لمدة تقريبا ربع ساعة إلى 20 دقيقة حسب نوعية الطحين. وهذا فاصل، طبعا أكيد شربنا القهوة وياها. وهنا هذا شكلها النهائي،
وشوفوا هشة كلش، طبعا كانت حارة شوية وطعمها كلش طيب. قلت لكم كليجة أهلنا القديمة. إن شاء الله تكون عجبتكم الطريقة، سووها ودزوا لي إياها على الانستغرام حتى أنشرها، وإن شاء الله تعجبكم، وأقول لكم في أمان.